أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشوان هجا عند برنامج كنودا البيشبري وانا برنامج مجيل سر عقيدة إسلامية. دا عقيدة إسلامية دا أميل سر أركان إيماني بسكنة، ركن إيماني تمل أساس إيماني چنه أميل سر وابسكنه. إدي بري كو أم دس بموضوع خوي حقيقي بكن بري وامي سر هناك چند مسألة بسكنه. يكجي أفا وجوب الإيمان بأركان الإيمان الستة. واجب هذه مثلا يعني معلومة شش ركن أساسي إيماني هنا أفانا لسر إنسانك واجب باوريا بفانا باوريه بيكيش واجي نينه او انسان مسلمان ناي حسابي ولو بيز مسلمان مجي مسلمان ناي حسابي لباخودي إدي وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. دليل كوفاية إيمان آنينا بفوان شش ركنا واجبة لسر هر إنساني دليل وانج قرآن والسنة چنة أمي جهفر بيشي تدي تشت بقرآن والسنة. قرآن جبركو كلامي خديه، قرآن كتابه خديه، كلامي خديه. وقتا خديت قرآن إذا تشتكي لسر إنسان واجب بك أو دبا واجب. وياخد جي پیغمبری ما تدي جبركو پیغمبری خدا تشتكو تخوازه بواسطة پیغمبری ما بيان كجبره وي تشتي دقهينه ما شبر وینا که پیغمبر مجیگا و کو تشتکی بیجه بوی شکلی جی تشکی واجب بکد با واجب. إدي أركان الإيمان هي الأصول التي بعث بها الرسل. مثلا ركن إيماني چنه؟ ركن إيماني أو أصول أساسي كو پیغمبر بيهانت نشاندن. يعني تمام پیغمبر اف شش أساس إيماني اج انسان را گوتنه، اج انسان را بیان کرنه، ازاحات کرنه و انسان مکلف کرنه جوارا گوتنه ایمان آنینا باوری آنینا بوان ششتشتا لسر و فرض واجبه. ونزلت بها الكتب من عند الله تعالى. كتابه كجبا خودي هاتنه اوان كي دوا كتابه دجي خودي تعالى افشش اساسي هانيكي باوري آنينا بوان لسر مسلمانا واجب كريه سر انسانا. فيجب الإيمان بها جميعا على الوجه الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. واجب إيمان آنينا بتوا بالشكل كو كتاب خديد بيجا رأي نشاني مدده و سنة پیغمبری وی حياة پیغمبری ما سگوتني وی خبرداني وی بشكل كو گوتنه بوي شكل دوي كو ام باور بك. وذلك بالاعتقاد الجازمي. أفجي بباوري آنينا كقطعي يعني بشبهة دوي أم باور بكن بشبهة باوري كقطعي كسين بشبهة. والإذعان القلبي دوي أم بقلبي خوجي تشتي قبول بكن. نكو بزماني خوتني بحالي خوتني دوي أم بقلبي خوجي أم واتشتيكو كتابة خودي سنة پیغمبري ويد بيجان باور بكن. إذ بأما الجحود لها جميعا أم تفا وانس شش أساس أمرابن إنكار بكين أو لواحد منها يا أم يكيجوان الشش أساس أمرابن إنكار بكين فإنه يخرج من دائرة الإيمان. إنسانك يكون مسلمان بفي إنكارها جدائرة إسلامي جدائرة إيماني درت كفه يعني إيش كافراتي حتى حسابي دي. ويدخل الجاحد في زمرة الكافرين. إنسان إنكار دكا أف إنكار ويتخناف صفا كافراده الضالين أواني كوريا حق حقيقتي ونذاكرنا. قال الله تعالى خدت قرآن دوها بيان كده إما قو أمي دليلي خوش قرآن بينا وش سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يد قرآن ده خدي وها بيان كريه يا أيها الذين آمنوا أي قلي وانكو إيمان آنينا باوري آنينا
آمنوا بالله ورسوله، إيمان بخدا وبرسوله ويبين. مثلا أهل الكتاب هبون بري أف الله يهودي كو مثل إيمان بپیغمبر خو آنی بون، بحضرت موسی بحضرت عیسی فلان آنی بون. ایدی پشتی کو پیغمبر ما هاتی خود تعالی به ای وان اهل کتابا کو ایمان به پیغمبر خو آنینه، یعنی بحضرت موسی آنینه بحضرت عیسی آنینه، ایمان بوی پیغمبر منی نو کو مجوار شاندیه ایمان ویجی بینن، یعنی ویجی پیغمبری یاوی باور بکن کو پیغمبر منه باوری بی بینن. والكتاب الذي نزل على رسوله، او كتابا كوج نخده تعالى نازل سر رسوله خوكريه، يعني كو قرآن كو خده نازل سر محمد صلى الله عليه وسلم كو يعني قاصد خده ايماني بوي كتاب جيبين، يعني بوي كتاب باور بن كو او كتابا منه وتشتيكو دناف دنا تف حكمي منن وان حكما قبول كن باور بن بي. والكتاب الذي أنزل من قبله، وفا كتابي بريجي تدي مثلا بري تدي يهودية كي إيمان بإنجيل ناينن كتاب حضرت عيسى كوهاتي باوريه بي ناينن خديد بي چوان باوريه بي قرآن بين باوريه فا كتابي بريجي بينن، يعني جرك فالله باوريه ب توراتي بينن، چواكو باوريه بي قرآن بينن دي باوريه بتوراتي جي بينن. يهودي چوا باوريه بتورات تين دوی لازمه باوريه بانجيل و قرآن جي بينن بزبور جي بينن، يعني كتاب كجبا خده هاتن خده شانديج انبياء و پیغمبر خوره دوی انسان ايمان بتوا بينه. ولا نفرق بين احد من رسول والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كسي إنكار خودي بك باوري بخودي نينك وربك في عالمي هي أف عالم تشيكر يكوناوي الله كسي في باور نك وملائكتي كسيكو إنكار ملائكتي خدي بك باور نككو ملائكتي خدي هنا أوجي مخلوق هناك مخلوق خدي وخلقان يجبو هناك وظيفة باوريه بوانين قرآن ناوي وعدانية ملائكت وكتبه وباوريه بكتاب خدي تعالى أو كتابي خدي كو خدي نازل كريا سر پیغمبر خوا باوريه بوانين ورسوله وباوريه بالرسول خده بقاصد خده پیغمبر خده تعالى نينه واليوم الآخر وباوريه بروجة آخرت نينه، يعني كو پشتی في دنياها عالمك دي هي وإنسان جار كديش قبري خو صاغ ببن هنوي عالمي أو عالم جي مكافات وجزايا چاوا اف دنيا ما جي امتحانية أو در جي مكافات وجزايا باوريه في نينه شخصك فقد ضل ضلالا بعيدا، أو يري ونضا كريه بتمامي، يعني ريا حق وراست ونضا كريه كتير ريا شاش وباطل نعوذ بالله، هم للدنيا يعيشي بزحمته تشتيكو فايدة وضررة ويتشدي نزانة أو ري شاش كريه ود آخرتي دجي نعوذ بالله ري شاش كريه نعوذ بالله وجزاي كل في دنياها إيمان نآنية خدي باب جهنمي جنتي خدي السري حرام بك جبني چونكو جنت خدي الكافرة حرام كريه بفي شكل هاني كي إدي أف دوي مسألة آياتي دا بحثا قدر ظاهرة نهات يكري، أما دا معنى دا قدر جيد فرده هي لو را قدر تقدير اسم ناوي خدينه صفتك خدايه خدا مقدره مقدر الأسباب خدا مقدره جبركو مقدره خدا قاضيه بفي شكل هاني جبركو صفتك خديه ايكو إيماني بخديتين إيماني دوي بتوي صفت خدي بينه ها ايدي جبركو افجد كفاد بصفتك خديه بوي شكل قوا إيماني تينه إيماني بقدر جيتينه، يعني في شكل هاد بنا شش وقال سبحانه ومثلا خداد آيات جديدة وها قوتيت قرآن ده آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم تشتی کش با خودی نازلی سری بیش با ربی وی نازلی سری بویه ایمان به آنیه باور کریه که افتش با خودی نه او مناجی انسانی که ایمان به پیغمبر خدا آنینه ایمان به خدا آنینه و به پیغمبر خدا آنینه افتشتی قرآن که خدا نازل کریه سر پیغمبر خود محمد صلی الله علیه و سلم ایمان به توی آنینه تشتی که دوی قرآن دهیه كل آمن بالله مؤمن تف يعني إنسان كو دائرة إيمان دبا تبا إيمان آنين بخدا يعني باوري آنين كو ربك في كائناتي هي أف كائنات ملكي وي أف عالم أف كائنات خلقان دي باوري في هي وملائكتي باوري بملائكتي خدي آنية يعني كو مخلوق هنا نافي وملائكتين خود وانجبو هناك وظيفة خلقاندنا إيماني بفيتينا في باورتك وكتبه كتاب خودي هنا خدا كتاب شاندنج إنسان را إيماني بكتاب خودي تينا يعني بإيمان بكتاب خودي آنينا ورسوله ورسول خودي قاصدك خودي شاندنا إيماني بتواتينا لا نفرق بين أحد من رسوله تفريق ناخنا قبا رسول خودي يعني إيمان بتوي پیغمبراتينه يعني چاوا إيمان بحضرت محمد صلى الله عليه وسلم تينه إيمان بحضرت عيسى جتينه إيمان بحضرت موسى جتينه بحضرت يحيى زكريا مثلا عيسى مثلا حضرت نوح إبراهيم وسائر إيمان بتوي پیغمبراتينه نكو إيمان تفريق تقنابوان إيمان بهنكاتينه هنكاناينه هنكا قبولتك هناك قبول ناكه أبيا بشكل ناك إيمان بتواتينا فرق ناخيده وقالوا سمعنا وأطعنا دبيجة يا ربي أم قداريا أمري تتكن يعني تشتكوا أمري متكيبي أم قداري تكن وأم إطاعة أمري تتكن غفرانك يا ربي دردك ما هي أو دردي مجي أفكت جنه ما بغفريني خطايا ما شاشية ما كيما سيما يا ربي تعفو كي تبغفريني ربنا يا ربي يعني أي ربي ما وإليك المصير وفقر ببالتفيه يعني أم جباتا هات نفي دتا أم آني نفي دنيا هات أم شاند نفي دنيا أمي جارك دي فقرنا باتا أمي جارك دي جفي دنيا فقرنا عالم آخرت أمي فقرنا باتا أمي حساب بدنته حسابي عمري خوي تشتي كل في دنيا هاني هي أمي في حسابي بدنته منادنا هناك دي اب آية جي آية بريكم خوندي سورة نساء بو آية 136 بو أفي آية مذيقا خوان آية سورة بقر 185 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله قلت في حديث جبريل حديث حضرت جبرائيل ده يعني حديث حضرت جبرائيل يعني حديث أوي حديثة كو إمام عمر رواية كدي كو حضرت جبرائيل خو خستي شكل إنسان كده وهاتيه با پیغمبر سؤال جي كرنه پیغمبر جواب سؤالي ويداية هادوي حديثه ده حين سأله وقت حضرت جبرائيل پیغمبر برسي عن الإيمان يقول يا رسول الله إيمان چيه رسول الله ها جواباوي داقو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر و إيمان أو كتباوري بربك بينك وأف كائنات ربك وهي خالقك وهي ناظري الله وت إيمان بينك خدا هناك ملائكة يعني ملائكة خلقان دنا ملائكتي وي هنا خدا وخلقان جبو هناك وظيفة وت إيمان بكتاب خدا توا بيني وإيمان بالرسول خدي قاصد خدي تفابيني واليوم الآخر إيمان برجع آخرتي بيني يعني بشتي في عالم الدنيا بتجي امتحانية عالمك آخرتي هي عالمك دي هي أو عالم جي مكافات وجزائية وتؤمن بالقدر خير وشره وتباوري بيني وتقدير إلهي هي يعني تشتكو في عالمي ده هي خدي تقديرك جيرا عول او كير الجوري وي تقديري خلقينا قدر خدي هي قدر دبكو خير جيبه دبكو شر جيبه يعني ده تشتي قدري هنا قدر خيري جي قدر شر هر دو جيش با خدينا ايدي بوي شكل هانيكي
اف جي حديث جي صحيحة، اف حديث جي اف جي امامي مسلم مثلا رواية كريه وحديثة هنجي صحيحة. زيادة الإيمان ونقصه، مثلا إيمان كازيدة دبا نقصان دبا يعني إذا كان الإيمان في الشرع تصديقا بالقلب وعملا بالأركان، يعني ما دام كو إيمان شرعا دا شريعة خديدة دين خديدة تصديقا بقلبه وعمل كرنا بأركان عملي خوشي مرف قوري وي باوريه، مرف بقلبي خو باور بك، مرف عملي خوشي لقوري وي باوريه خو بمشا، يعني عملي خو وي قوري بك، فإنه يزيد وينقص أفيا كيمو زيدت به. تدي مثلا يعني إيمانك بي إنسان عذاب خدي أبدي خلاص به، أو إيمان باورية قلبه إيدي إيدي لميجو روجي وحج وزكاة أفيا أو كن يعني بس سببي مكملتيا إيماني أو باورية مرفي قلبي مكملتكن. إيدي في شكل هانيكي وقتا مادم عمل إنسان إيماني مكملتك بس سببي إيمانا كامل عمل كي من نقصانيج عمل راهية بوي شكل هاني إيمانا كامل جيرا كي من نقصاني هي، فإنه يزيد وينقص إيمان كي مزيدت به، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة الجماعات أباكو إيمان كي مزيدت به من سلف الأمة وخلفها، هم سلف أمة أهل السنة يعني وقت صحابيات تابعينا تابعينا مثل أفاني هانيج في شكل قوتنا إيمان كي مزيدت به، وأف خلف أمة جي مثلا أفانيكو بشتي يعني 600 هجري وياخد بشتي 500 هجري، أف عالمكو بيرا جهاتنا أفتشت قبول كرنا قوتنا إيمان كي مزيدت به. والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري في صحيحه، الدليل كو إيمان كي مزيدت به أفتشتيكو بخاري يعني كو مثلا إمام بخاري كتابه خوي صحيح ده صحيح بخاري ده أو كريا قوله تعالى دور وها أو ككريا، يعني ده سري هناك مسألة ده أفن فيساندية أف آياتها ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أو إيمانا واني إنسانا يكو إيمانا هي إيمانك زيدتر، يعني دبا هناك تشتبه سبيكو إيمانا وان زيدتر دبا. أب آيات سريدة نفيساندية أبجي سورة فتحة آيات 4 وقوله تعالى أب آيات نفيساندية كتاب أخوة والذين اهتدوا زادهم هدى أفيكو يعني خدي الرياح هدايتي بروا خستية الرياح هدايتي دد ماشين خدي تعالى جانا بوان رأى كاريتك هدايتك زيادة ترد دوا. وقوله سبحانه أب آيات شي نفيساندية وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أفتشتهانك إيمان وتسليميتا مسلمانا زيدتك. أفجي سورة أحزاب 22 قال ابن بطال قوتي أو جي عالمك في تفسيرا في آياتي دا قوتي فإيمان من لم تحصل له زيادة ناقصة، يكيكو إيماناوي زيادة نبا إيماناوي نقصانة. فإن قيل أجركو بيقوتن الإيمان في اللغة التصديق، إيمان اللغة بمعنى تصديقه، يعني إيمان معنى باورية دا ما عجبا زيدايو كيماي هيا، فالجواب هات يا جواب دان أن التصديق يكمل بالطاعات كلها، تصديق إنسان باور كرنا إنسان بتشتكي يعني بمثلا فان أركان أو كيف خدا وبيغمبري خداوان إطاعتا خدي وكل ميجي روجي حج زكاة فان عبادتي هاني أو دكن إيماني زيدتكن إيماني مكملتكن. فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيمانه أكمل، إيكو لميجو عبادتي زيدب كإيمانا ويج إيكو هندكتك مكملتره. ومتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان، وقت عملي خيريد إنسان كيم بك لوي غوري إيمانا ويج هنو كيم دبه. وأما التصديق بالله تعالى ورسوله فلا ينقص، أما
او باور آنینا بخدا و پیغمبری خدا تعالی او باوریا قلب حقیقی دوی دکی مستی نقصانی چه نابه لبلی اف اعمالی کو انسان تکه و کلمه روجیه فلا انسان چقا عملات که او باوریا انسان بوی شکلی هانه زیده تردبه. قال أبو داود قوتي سمعت أحمد بن حنبل مش أحمد كري حنبل بيستيا يقول دقوت إمام أحمد إمام حنبلي كوام دبيجن يقول وهذا الإيمان قول وعمل إيمان قول إيمانا مكمل قول عمله يعني إنسان بدأ ياخذ كلمة شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وعمله كل ما يجروجي حج زكاة فلان اف إيمان جفيتي هاتي يا إيمانا مكمل كامل جفيتي ميداني يزيد وينقص أفيا كي مزيدت به چونك وقتا إنسانك عبادت عملي وزيد به يعني إيمانا ويج فيكو عملي ويكيما إيمانا ويج أوي مكمل تره. البر كله من الإيمان عملي خيري تفج إيماننا يعني المجروجي صدقة والحاصل عملك وخير تحساب تفج إيماننا والمعاصي تنقص الإيمان جنه إيمان إنسانا كيمتك حتى تدرجك وصك إيمان بإنسان بنامينه. وقد أنكر أكثر المتكلمين زيادة الإيمان ونقص بر متكلمة هنا كان إيمانا كوتنا إيمان زيادة ونقصان نابه وقالوا متى قبل الزيادة كان شكا وكفرا قلت يا حاشا وقتاكو إنسان إيمان كو زيدائي ونقصاني الخوا قبول كدمك أو إيمان نبي إيمانا تمام دمت شك تده دمت شبهة تده هي. فرد عليهم بعض المتكلمين المحققين فان علماء متكلمين مسلمان إيه محقق جواب وان دانا نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص يعني التصديق بخوكي من نقصان نابه أو تصديق قلبي أو باورية قلبي تدا نقصاني وزيدائي نابه. والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة الثمرات أما أو إيمانا الشرعي كتدي إيمانا كامل كو أمجرد بيجن ها أو إيمانا كامل بعمل زيادة مكمل تردبه بعمل نقصان جي نقصان دبه وهي الأعمال ونقصانها كو عمل النقصانية عملها. قال وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وأقاويل السلف زيد هنا يعني قول السلفة كو مسألة أو كبونا بعقوتنا إيمان كي مزيدة به وهنا كمان علماء باشي قوتنا إيمان كي مزيدة نابه دفيدري دا قوتنا وان يعني توافق دناف دا چه دبه دا اصل ایمان دا که مزیدایی چه نابه اما ایمانا کامل دا که مای زیدایی چه دبه چونکو ایمانا کامل بزیده بونا عملا کامل دبه وقتا کو عمل چقا کم ببه ایمان جی او مکملتی اخوا وندات که اما اصل ایمانی او تصدیقا قلبی او یات دا که مای نقصانی چه نابه. وبين أصل وضعه في اللغة قال الإمام النووي قوتي رحمه الله تعالى هذا الذي قاله هؤلاء أفيكوا علماء قوتي يعني فان متكلمة أي المتكلمون المحققون من الشافعية أفان علماء الشافعية متكلمين كمحققين أفانا أفتشتيكوا فانا قوتي وإن كان ظاهرا وحسنا أفيات تشتكي ظاهرة قنجة خشكة فالأظهر يا أظهر والله أعلم خديت شيطار دزانة أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة قوتي نفس التصديق بخوجي يعني أو إيمان قلبي كتصديق أو بخوجي زيدايو كيماي تشيد به يعني وقت إنسان زيد الآلاء خدي العلامة نشان مزنايا خدي التفكر تكت كائنات ده مثلا وقتا معرف تفكرتك او عبادت و ذكر او كي خو زيدتك او تصديق قلبي بخوجي زيده وكي ماي تدهيه چيد به نكو تصديق قلبي ده زيده وكي ماي چنا بدوي بخودجي چيد به. ولهذا يكون ايمان الصديقين اقوى من ايمان غيرهم
في شكل إيمان الصديقين أفانيكو وك حضرت أبو بكر وان علماء مثلا وان إنساني مؤمني الصديقي إيمانا وان زيدت تدا إيمانا وان إنسانيكو ندوي مقامي دنا أقوى من إيمان غيري بحيث لا تعتريهم الشبهة. يعني الشبهة نكو الشبهة يعني تشيد باش خو الشبهة قلب دا تشيب إنسانش دايرة إيماني درت كبت كبه كفري يعني ناجي درجة شبهة أما دوي درجة باورية دجي قوة وضعيفي هي. وإن اختلفت عليهم الأحوال أحوال إنسان لوان يعني دقهرن. وأما غيره من المؤلف أفانيكو مثلا غير فاني الصديقين أفانيكو مثلا له مؤلفين ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك أوان نوصانا، فهذا مما لا يمكن إنكاره. أبيا إنكار نايكرني إنسانك نكار إنكار بك. ولا يتشكك عاقل في أن نفس صديق أبي بكر تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساوي تصديق أحد الناس أو باورية حضرت أبو بكر كو خدي ناوي دانية كو پیغمبر ما ناوي ودانية صديقين ها أو يا نممكن إيمانا وي و إيمانا وك و إنساني دي كو ندوي درجة دنا إيمانا ونابا وك هبدو. وإلى هذه النتيجة في نتيجة هنيكي التي توصلنا إليكم أشار صاحب الجوهرة خدي جوهر التوحيد كتابك أو يدفع خصوص دبقوت وها قوتيا ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان. هاتي ترجيح كرن أف مذهب كو إيمان كيمو زيادة دباب زيادة بنا طاعة وكيم بنا طاعة. إدي الفيديو أو كما قد ياخذ السلامة يبدأ برنامج ملفر قديا خدي طالما تبدا محافظه بكاج الشاش وج عقيده الشاش خدي ايمانك مكمل ايمان الصديقين خدي تعالى بدا ما ايمانك تحقيقي ربي ما بدا ما وما بوش شكلي بحضور اخوه تب امانتي خدي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.